السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حلوين؟ صباح الفل على عيونك يا شوكولاتة. بتعملي ايه يا عسلية؟ بادئة يومك ايه النهاردة؟ صباحكم فل وحليب يا ولاد ولبن أبيض قشطة. هنعمل بقى حتتين جبنة بمناسبة اللبن جاي لنا النهاردة. ونشوف هنعمل ايه مع بعض. أنا معايا دول 4 كيلو لبن أو 4 كيلو حليب زي الدول. أشهد أن لا إله إلا الله. اصبري يا ولاد اشرب بس شوربة تمام كده تمام. دول 4 كيلو حليب. بحط لهم 4 معالق ملح، 4 معالق أجزة أو منفوحة. ماشي. اللي بيسألني بتجيبها منين يا عسلية؟ من عند أي عطار. سبتها بصوا دفت اللبن زي دمع العين، وغطيتها وسبتها. وكمان نص ساعة رجعت لقيتها ربطت زي ما انتوا شايفين كده. ماشي. أعباها في البواقيت. كتير برضو بيسألوني بتجيبوهم منين؟ الناس بيفرشوهم في السوق. تلاقي الست قاعدة وهم معاها مقشات، معاها إعصارة من بتاع الجبنة، معاها البواقيت دي. بتبيع بصل، بتبيع حاجات من دي معاها. في الرياض هناك الست بتقعد قدام الجامع. عندنا هنا في برمبال بتقعد عند الجامع برضو قبال صيدلية محمد عبد الرحمن. كده تمام. المعلومات كده صحيحة. حطيتهم في البواقيت، أغطوهم بقى واسيبهم مع نفسهم لغاية ما الإقراص تربط كده. تعالوا انا مطلوب مني النهارده فطير. عندي اوردر فطير هنعمله. شوف الحليب، شوف القشطه اللي عليه. الصلاه على النبي. هكمل بقى الحله دي حليب لبن. ونيجي بقى نشوف هنعمل ايه مع بعض. ماشي يلا يا عسلي. كملها لبن وسيبها تطفي. كملناها لبن وجينا بقى عند الدقيق بتاعنا اهو. انا عجنه معايا حوالي 2.5 دقيق او 3، يعني في الحدود دي. ماشي. لان هي طالباه فطير بالكيلو، مش طالباه فطير دقيق ويتعمل لا. دول معلقتين كبار او 3 سمسم، معلقتين سكر، شويه ملح. اللهم صل على النبي. دي كيس بيكنج باودر. ودي معايا باكو خميره. كده تمام كده تمام. حطيت لا ما حطيتش خميره، انا حاطه بيكنج باودر. كده حطيت لا الخميره هي ولاد الكيس الاحمر. يا لهوي يا لهوي على مخك يا عسلية. حاطة باكو خميرة. حاطة كيس بيكنج باودر. دي طبق قشطة كده على جبنة على بصم كوكتيل كده. حطيته في الفطير خلاه ايه. ايه يا عسلية الحلة بتاعتك انت ما سبتهاش؟ لا سبتها خلاص. كده تمام. تعالوا بقى اسمي الله. وابدا على السرعة الاولى لغاية ما العجين يلف معايا، ابدا اعلي براحتي. ده حليب جماسي كده بخيره بقشطته. حاجة كده زي اللي بيقولوا فاخر من الآخر. هيخلي الفطير معايا ايه لوز اللوز. ومش هنحط له سمنة ولا حاجة، هحط له زيت. يعني دول هحط لهم حوالي، يعني بصوا حوالي كوباية زيت اهي. وهرجع احط حبة تاني وانا بعجن. كده تمام كده تمام اهو شوفهم. العجينة لفت معايا اهي. عوزت لبن بقى احط واحدة واحدة. واحدة واحدة يا ملواني ونسمي الله كده. واحط لهم 3 معالق سمسم حلوين كبار. يعني دي فطير طرب لبن كده. ماشي. اللي تتسحر بيه، اللي انت عايزه تاكله على الفطار براحتك. اهو. كده تمام كده تمام. قلنا يلا نبدأ يومنا بيه. ونشوف هنعمل ايه مع بعض. سمي الله يا عسلية. طلعت العجان بتاعي بالعجين اهو. ايوه. نزلي بقى الخطاف بتاعك. وننضف مكاننا. ونرجع نواصل بعد الفاصل. كده العجين في العجان انا هسيبه في العجانة يخمر زي ما هو كده. بس هحط عليه كيس من بتاع اللبن. ماشي ماشي. بس كده. نغطيه بقى ونسيبه. شوفوا وراك ايه يا عسلية. لفلك لفة ترجعي تلاقيه خامر وقدك ده. تعالوا بقى انا عندي بدنجان هعمل النهارده بقى. قلت اعمل طالما الفرن هيتحمى يا ولاد. هتعملي ايه يا عسلية؟ هتعملي ايه يا عسلية؟ قلت اعمل صينية مسقعة. يمكن تخلينا نفطر كده وناكل. وهتعملي ايه جنب المسقعة؟ قلت هعمل شوية كشر اصفر. وحياتك يا قلب الحله بتسمعكم اهو. يعني زي ما غرفتوا كل واحد كان له بقى رز. وكان له فطيره وكل الله بالسر عليه. كده تمام اهو بدنجان زي الفل. هرش عليه بقى ملح واسيبه ينزل ايه الميه اللي فيه كلها. اهو لغايه ما اجي احمره. قبل ما اطلع الفرن هعمل صينيه المسقعه واجهزها. عشان اخدها ازقها في الفرن ورايا. كان زمان كده يا ولاد. كانت امي دي تخبز. ولازما ورا كل خبز صينيه المسقعه. صينيه اي حاجه تعملها لنا لازم ورا الخبيز ناكلها. صينيه بطاطس.
بس دايما معروفه كانت صينيه المسقعه، وعيش سخن بقى من اللي احنا خابزينه، ونقعد بقى قدام الفرن وناكل، ندننا ناكل لغايه ما نخلص الخبزه واحنا قاعدين. اي والله من حلاوه المسقعه. ونشوي بدينجان برضه ونعمله بالدقه والثوم وناكل، وصينيه مسقعه زي دي وناكل. وبقول لكم ايه يا ولاد، كانت بتبقى اكله يا ليت الزمان يعود يوما، لمة امي واخواتي كده واحنا ملمومون مع بعض. ربنا يرحمك يا امي رحمه واسعه يا رب، اللهم امين. اللهم اغفر لك وجميع امواتنا جميعا يا رب. قرصت اهو وجهزت حاجتي وجهزت مكانتي. يلا يا عسليه، نبطط بقى يا دوبك وندور على المكنه على طول. اهو، ومعايا الاعراض بتاعتي اللي انا عيناها نضيفه وزي الفل، ومعايا الصينيه هعملهم على طول واشتغل كده باذن الله. شربة ماء يا ولاد. نفس اللي يتابع الفيديوهات دي يعمل لايك ويشير الفيديو. انتوا حرين. هتيجوا اليوم اللي تبحثوا على عسلية مش تلاقوها، ابحث مع الشرطة. تعالوا بقى نفرش كلمة كده على الصينية. يلا يا قلبي. واقوم ايه اللي بططها افرمها في المكنة. المكنة بيقولوا لي على درجة كام، على درجة واحد، على درجة اتنين، تابع ما انت عايزة. الفطير بتاعك رقيق تخين، انا عاملاه على درجة واحد، يعني مش حباه رقيق قوي لا. شايفين اهو، ابطط بس حته كده واروح مبططها وحاطه على الصينيه. بقيت اقفل معاكم الفيديو عشان ما اطولش معاكم وكده. كده تمام. الفرن النهارده كان منش فرقنا والله العظيم من الحر. يعني الجو رغم ان كان هوا ساقعه، بس الواحد لما بيقعد قدام الفرن وهو صايم رقه بينشف. ابطط بقى كله اهو واخلص كل الكميه معايا. خلصتها وعنتهي وايه وسبتها بقى ترفع على بال ما اقوم اقلي البدنجان بتاعي عشان اعمل الصينيه واخدها معايا وانا طالعه فوق. كده تمام. كده تمام اهي. غسلت من الملح اللي انا كنت حاطاه ومقطعه بطاطس اهي ومجهزاه. تعالوا بقى نسمي الله وننزل بدنجان في الزيت. وتعالوا انا جبت الطماطم بتاعتي ضربت معاها التوم. يعني التوم حطيته ما شوحتوش في الزيت، لا ضربته مع الطماطم في الخلاط. ماشي. ماشي. خلي حسام يجيب لي ازازه ميه. اهي الازازه اهي. كده اهو حطيت بقى شويه كمون، شويه كزبره، ريحه فلفل اسمر، شويه بهارات مشكله. وحطيتهم وحطيتهم فين بقى، وحطيت شويه ملح وسبتها تتسبك على بال ما اخلص ايه البدنجان قليه. اقلي واطلع اهو. وجنجانها هتتسبك كمان في الفرن بقى وتاخد وتدي بشكل ودي. بصراحه يا ولاد بحق ربنا بتبقى صينيه لها العجب. ما تعرفوش السر في حلاوتها ايه. اي والله. في بقى اللي بحط فيها بطاطس، في اللي بحط في، انا ما بحطش فيها بطاطس بصراحه، لان انا بحبها كده من غير بطاطس. اهو ومعايا كميه فلفل على شطه بقى، ورحت مشوحاهم برضو في الزيت، ورحت مرضرضاهم عليها. وكده تمام قوي. تطلع تدخل الفرن بس تاخد لها شويه شكشكه في الفرن كده. وبألف صحه على قلب اللي هياكل، وبألف صحه على قلب اللي شاف. شايفين رضراضي بقى عسليه على وش المسقعه كده. يلا يا ولاد النفس في مسقعه عسليه يجي يجيب رغيفين عيش طريين ويجي. والله الواحد نفسه ياكل العيش الفلاحي يا ولاد اللي هي الشقق دي. عماله اقول لابو حسام شوف لي دقيق من ده اهو. نفسي اخبز شقتين عيش من بتاع الفلاحين الفلاحي ده. والله ما لاقيه دقيق. عسليه طلعت الصلاه على النبي طالعين يدقلجوا دقلجه. شوفوا الفطير يا ولاد وجماله. اهو ده اللي بيقولوا عنه. يسلموا يسلموا اهو. حمة الفرن. وباحمي الصينيه قبل ما تحط فيها الفطير. يعني دخلها تسخن وهاتيها تروحي حاطه فيها الفطير ومدخله. اهو شايفين جماله يا ولاد. اهو. طبقي عرضك يا شوفوا شوفوا الفطيرة عاملة ازاي. عسل بألف صحة على قلبي. كده حلو. وجبت الصينية المسقعة معايا فوق وانا طالعة اهو. وجيت بقى عشان خاطر نعمل ايه. هدخلها ورا يا اختي الصلاة على النبي. خلاص عسلية خلصت طلع كله كور. كور. ما شاء الله الله اكبر اهو. انا حطاه على بعضه لان الجو هوا وهينشف. بتطلع ورص على بعضه كده. كده كمان اخر صينيه معايا اهو. يلا عشان نطلعها. عشان ازق صينيه المسقعه بقى ورايا في الفرن. تشكشك شكشكه كده. اهي. يلا دي اخر صينيه معانا.
حلو والله في السحور. طب انت عارفه والله ما كانوا الا فطار على الفطار، والكشري فضل زي ما هو. يا اخوانا كلوا لهم الكشري تقوتكم. يقولوا سيبنا ناكل براحتنا. ايه اللي براحتكم؟ انا هرمي الكشري ده. فضلت الحلقه، قلت لهم لو فضلت هسخنها لكم بكره. قالوا بقى نفسك كلها انت. اه والله. وقعدوا ياكلوا مسقعه بالفطير ده. يلا شايفين شكله يا ولاد وجماله؟ والله طالع زي اللوز اهو. عسل. بألف صحة يا رب. تمام. تمام كده. اهو. والله ما عدت قادرة امد دراعي. شوف المسقعة بتاعت الشكشكت وخلصت ازاي. اهي. ورينا عسلية، ورينا الله اكبر. يلا بينا عسلية على عزب الكيمو، يلا ننزل. شايفين يا ولاد؟ التصوير فوق في نور ربنا. مش عارفة مش حلو ليه. لكن تحت شوفوا الفطير طالع عامل ازاي. وشوفوا صينية المسقعة عاملة ازاي. مش عارفة فوق لا ليه. يلا يا شيكاريتا، هتعملي ايه بقى عسلية النهاردة؟ يلا ندخل بقى على الفطار بتاعنا. ما عادش وقت. يا دوبك نجهز الفطار. انا غسلت شوية كشري معايا اهم. شوية رز على عدس في الدقيقة السقنططة دي. وهروح حطاهم على البوتاجاز اهو. واحمر في البطاطس. لان ما عادش وقت يا ولاد، يا دوبك شي. على ما الرز يختم اروح بادئه في التحمير. وهنعمل بقى النهارده شويه سوبيا يستاهلوا بقكم. ايوه. حطيت الحليب معايا. وحطيت ايه يا قلبي، وهجيب بقى ايه. حوالي 5 6 معالق سوبيا توصي ما تستخسريش. اهو، وهضربهم في الخلاط ضربا مجرحا. واحط شويه سكر كمان عشان يبقى حلو مسكر. يلا يا عسل. وعندي والله خروب على كركريه من امبارح. يعني كان عندي، كنت عامله اللي زي ده كانت ملانه. رايحين جايين نشرب منها. وفضل منها. انا هعمل برضو دي. دي. اللي عايز يشرب من ده يشرب، واللي عايز يشرب من ده يشرب. وهصفيها. انا بحب دايما اصفيها. يجي حته جوز الهند، يجي حاجه، لا بخاطر بروح مصفياها. بس بصراحه طعمه تحفه. اهو. شوف الرغاوه بتاعته، انا هنزل الرغاوه كلها دي. هنزل الرغاوه كلها بالشفشه. هاتي هاتي يا سلاخة، خد الشفشه دي بنقطه ميه كده. اهي جابت له نقطه ميه وخدته. بس كده، وكان الله بالسر عليم. خلصنا العصير بتاعنا. هاتي بقى الشفشق التاني جنبه عشان اللي يحب يشرب من ده يشرب، واللي يشرب من ده يشرب. عندي كوبايتين كركراهم. والجبنة بتاعتي ما شاء الله اهي، شايفين عسل. خلاص. جمدت وبقت زي الفل اهي. اجهزها بقى عشان احطها في العلبة بتاعتها. كده تمام كده، اكلنا خلص. والبطاطا بتاعتنا بس اللي هتتحمر. كده حلو. حلو قوي كده. يلا يا عسلية نغرب بقى ونشوف هنعمل ايه. تعالوا البطاطس بتاعتنا بتتحمر. نغرف بقى. شفت صينيه البتنجان بتاعتي. ختمه ازاي. ولا هي صيصه ولا حاجه، عسل. بصراحه بتاكلي منها ما بتشبعيش. ونغرف بقى الكشري بتاعنا. كده تمام قوي. يلا يا شوكولاته. دي كان يومنا النهارده يا ولاد. عملت معاكم الفطير، عملت صينيه المسقعه، وعملت شويه كشري يستاهل بقك كده، وقدحت عليهم بالسمنه البلدي. ويا سيدي اوعى وشك. تعالوا بقى البطاطس رخرة متحمره شيبسي يا شوف عامله ازاي. مقرمشه قرمشه. كل واحد قاعد يقرمش في الطبق بتاعه. اهو. جميله. تسلم ايديك والله يا عسليه. بنت عسليه ده عسولي. اهو. تعالوا بقى يا ولاد. اما اوريكم الطاوليه بتاعتنا. اشوف احنا ايه. جهزنا ايه النهارده. ما عملتش طبعا حلويات. لان انا عندي حلويات. اللي بيجي يزورني بجيب لي حلويات وهو جاي. فبصراحه ما برضاش اعمل، يعني انا هرمي الحلويات اللي عندي لا ابدا. فبروح سايباها. واروح ايه نحلي بقى بعد الفطار. يلا اللي وصل معانا هنا يعمل لايك وشير. ندعي لكل مريض ربنا يشفيه. وكل متوفى ربنا يرحمه، وكل مشتاق الذريه الصالحه. ان ربنا يكرمه ويرضيه. وما تنسوش عسليه معاكم بالدعاء، لايك وشير. يوصل لكم كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.